أكد رئيس دائرة سيدي الأخضر بولاية مستغانم أحمد موسى أن دائرته مستعدة لاستقبال السياح لهذه الصائفة بعدما استكملت كل الترتيبات اللازمة لراحة المصطافين في البلديات الثلاث بن عبد الملك، رمضان، حجاج وسيدي الأخضر، والتي مست 13 شاطئا. المزيد في ميكروفون موسى بالعيدي من مستغانم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إطار التحضيرات الأخيرة بمناسبة موسم الاصطياف 2016 شرعنا في عملية شملت كافة شواطئ دائرة سيدي الأخضر بما فيها بن عبد الملك، رمضان، حجاج وسيدي الأخضر، حيث مست أكثر من 13 شاطئ سياحي، وتم تجهيزه بكافة الوسائل الضرورية بالنسبة للمراكز الخاصة بالحماية المدنية والدرك الوطني. تم فتح شاطئ جديد، شاطئ الميناء الصغير رقم 2، وتجهيزه بكافة الوسائل الضرورية لاستقبال السواح والمصطافين. كان باش تجدر الإشارة كذلك إلى أن فيه في إطار تحسين الموارد المالية للبلدية، وكذا ترشيد النفقات وإيجاد موارد مالية جديدة، تم عملية المزايدة لفتح عدة ساحات مخصصة كفضاءات سياحية بالنسبة للسواح من جهة، ومن جهة أخرى كذا فضاءات تجارية وأخرى سياحية من أجل تحسين موارد هذه البلديات، بالإضافة إلى كذلك إلى بعض الحظائر السيارات وبعض مراكز الاصطياف في إطار التعليمة الوزارية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الأخيرة رقم 5 ورقم 3، التي تنص على إيجاد موارد مالية جديدة تدعم بها ميزانية البلديات الساحلية والتابعة كذلك باعتبارها مناطق ساحلية وساحلية في آن واحد.